يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. لا تكتب إلا شيء تتمنى يوم القيامة أنك تشوفه، تتمنى أنت بقبرك الناس يقرونها. لا تقل غدا والله اليوم، نصيحة الليلة. افتح تغريداتك، امسح ايش حاط، ايش كاتب، شو منزل، شو الصور هذه، شو الروابط اللي حاطها. والله الناس ماتوا راح يقرون هذه الكلمات اللي كتبتها. ابدأ بداية صحيحة. إياك أن تشهد لك الناس بالشر. احرص أنك إذا مت يقال وجبت جنة عرضها السماوات والأرض بشهادة الصالحين. والله هنيئا لمن هم الآن في قبورهم والناس قاعدة تذكرهم بالخير. اللهم احسن خواتيم حياتك وانت حر، ترى ما حد جابرك على شيء، لكن اختر أي الطريقين تريد، فهي إما جنة وإما الأخرى نار تلظى. أسأل الله العافية. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. آثارهم يعني ذنوبهم التي فعلوها بالدنيا، أو كانوا سببا في نشر المعاصي للعالم وسببا في نشر الذنوب للعالم، ماتوا ورحلوا وخلفوها من بعدهم تصب على قبورهم سيئات والعياذ بالله. أعوذ بالله. والله الوحدة عساها تتحمل ذنوبها، كيف تتحمل ذنوب العالم؟ فأنت انتبهي يا أختي الكريمة، كوني مفتاح للخير حتى يكون لك الأجر يوم القيامة. تأتيك حسنات كثيرة أنت ما فعلتيها. ليش؟ لأن أنت كنت سبب في نشر هذا الخير، مقطع خير، قرآن، محاضرة، ذكر، صورة معبرة، شعر هادف. الله أكبر. الله يا أختي الكريمة، أزيل الصور الفاتنة، أزيل المقاطع اللي قد تشهد عليك. انتبهي يا أختي الكريمة، كوني مفتاحا للخير وكوني مغلاقا للشر.